كلنا بنجيب لفة الجلاش وتقعد تتمرمط في التلاجة مدة طويلة جدًا، وفي الآخر بنلقّعها. طب تعالي بقى أنا أقول لِك على أحلى طريقة تعملي بيها يعني صينية جلاش كده لو متهربدة منِّك ومتقطعة. عندنا هنا لفة جلاش أي طبعًا نوع جلاش أنتم تختاروه، قطعناها لشرايط بالشكل ده بأي سكينة حامية عندنا. هناخد طبعًا الشرايط دي ونبدأ إن إحنا نفرفطها بإيدينا بالشكل ده علشان الفطير عندي ما يبقاش مكتوم. ركناه على جنب ونبدأ بقى إن إحنا نعمل التشريبة بتاعة الجلاش. كوب ونص من الحليب، عندنا علبة زبادي صغيرة أو طبعًا نص كوب من القشطة، أي نوع قشطة تختاروه، عندنا هنا كوب من الزبدة، وكمان معلقة من الفلفل الأسود، 7 بهارات، عندنا معلقة من الملح، وهنبدأ بقى إن إحنا نقلب الخليط ده مع بعضه، نركنه على جنب ونجيب البايركس بتاعنا نبطنه بحبة من الزبدة ونحط نص كمية الجلاش، وبعد كده نحط يعني حوالي كده نص التشريبة، وفي النص حاطين اللحمة المفرومة أو أي حشو موجودة عندنا ما فيش مشكلة. شوية من الجبنة الموتزاريلا، وبعد كده هنغطي بقى بكمية الجلاش اللي متبقية، وكمان ندي بقية التشريبة اللي احنا كنا طبعا سايبينها. من على الوش بقى هنحط جبنة موتزاريلا، ونكون مجهزين الفرن على درجة حرارة 180. هتقعد في الفرن 15 دقيقة، ما بتاخدش اكتر من كده، تاخد وش من فوق، وبعد كده نسيبها تبرد تماما ونقطعها وبألف هنا وشفا. بجد الطريقة دي حلوة جدا جدا، اتمنى تعجبكم. لايك وشير واشتراك لهبة تي في. باي باي.